توجد تفاصيل صغيرة جدا قد تكشف أن شخصا دخل منزلك أثناء غيابك. إذا لاحظت أن الباب أصبح يفتح بصعوبة، أو أن المفتاح لم يعد يعمل بسلاسة كما كان، فقد يكون هناك شخص حاول فتح القفل أو العبث به. أشياء بسيطة تغير مكانها: كرسي ليس في مكانه، ستارة مفتوحة قليلا، أو غرض تحرك بشكل غريب. هذه التفاصيل الصغيرة قد تكون دليلا على أن أحدهم دخل المنزل. وجود رائحة غريبة داخل البيت، مثل دخان، عطر لا تعرفه، أو أي رائحة غير معتادة. لا تتجاهل الأمر. إذا كانت لديك كاميرات مراقبة أو أجهزة ذكية ولاحظت انقطاع الإنترنت أو توقف الكاميرات في وقت غريب، فقد يكون شخص حاول تعطيلها. خدوش جديدة على الباب أو القفل، ورقة صغيرة قرب المدخل، أو علامة غريبة لم تكن موجودة من قبل. بعض اللصوص يستخدمون هذه الطرق لمعرفة إن كان المنزل فارغا. إذا لاحظت أي علامة من هذه العلامات، لا تدخل المنزل مباشرة، وحاول التواصل مع شخص تثق به أو مع الشرطة إذا شعرت بالخطر. واكتب في التعليقات. الجزء الثاني: إذا أردت فيديو عن العلامات التي تدل أن شخصا يراقب منزلك قبل السرقة. لا تنسى المشاركة دعما وليس أمرا. هذا الخطأ يفعله الملايين قبل النوم، وقد يحرق غرفتك. فالهاتف أثناء الشحن يصبح ساخنا جدا، والوسادة تحبس الحرارة بالكامل. وفي بعض الحالات يبدأ الحريق وأنت نائم. لهذا ضع الهاتف على سطح صلب وبعيد عن السرير. ف95% من الناس يفعلون الطريقة الخطأ. أرسل هذا الفيديو لشخص يشحن هاتفه هكذا بنية. علبة الصابر وأنقذ شخصا قبل النوم. لا تشتري هذا الهاتف قبل مشاهدة هذا الفيديو. هل تريد شراء هاتف مستعمل؟ توقف فورا. قد يكون هذا الهاتف مسروقا، وقد تخسر أموالك بالكامل. فعليك التحقق دائما من هذه الأشياء الثلاثة. أولا، الرقم التسلسلي للهاتف. ثانيا، الفاتورة الأصلية. ثالثا، ما إذا كان حساب جوجل أو أكلود مقفلا. فإذا رفض البائع إظهار هذه المعلومات، لا تشتري الهاتف. وشارك هذا الفيديو قبل أن يتعرض شخص آخر للاحتيال. تخيل أنك نزلت فقط لدقيقة وقلت: لا أحتاج أن أخذ مفتاح السيارة. لكن في هذا اللحظة، أي شخص ممكن أن يسرق سيارتك خلال ثواني. لأن لف السيارات تسرق بسبب هذا الخطأ البسيط. أولا، ترك المفتاح داخل السيارة. ثانيا، ترك المحرك شغال. والسارق لا يحتاج أن يكسر شيء، فقط يفتح الباب ثم يختفي. فتخاطر بسيارتك مهما كانت المدة قصيرة. خذ المفتاح معك دائما حتى لو كنت مستعجل. فثانية إهمال تساوي خسارة سيارة كاملة. تخيل الساعة 2 الفجر وسيارتك تعطلت وسط طريق فارغ. فأول شيء، لا تنزل مباشرة من السيارة. ثانيا، أقفل الأبواب، ثم شغل أضواء الخطر، واجلس داخل السيارة، ثم اتصل بشخص تثق فيه وأرسل له موقعك فورا. ثالثا، إذا اقترب منك شخص غريب وادعى المساعدة، لا تفتح له الباب بالكامل، وتكلم من خلال فتحة صغيرة فقط. ولو شعرت بالخطر، اضغط المنبه باستمرار وتحرك إن استطعت. وأهم شيء، احتفظ دائما بطارية هاتف مشحونة، كشاف، ومثلث تحذير. والنجاة ليلا ليست قوة، بل تصرف ذكي. تخيل معي، باب الشقة انغلق وطفلك الصغير وحده بالداخل. أول شيء، لا تصرخ ولا تخاف، لأن الذعر يزيد من الخطر. فحاول أن تتكلم معه بهدوء فقط، واجعله يبتعد عن الباب أو عن أي شيء خطير. وإذا لم يكن عندك مفتاح احتياطي، اتصل فورا بالوقاية المدنية أو صانع أقفال محترف. فثواني من الهدوء
قد تنقذ حياة طفلك. شارك هذا الفيديو ليستفيد غيرك.